السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك على الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله. الحادثة بتاعت الحرس الجمهوري، بعض الشباب اللي ماتت في الحادثة دي شاب اسمه أحمد سمير. في كل المواقع الإلكترونية أونلاين اتكتب إن أحمد سمير عاصم مصور الحرية والعدالة وصحفي في نفس الجريدة. في شباب ماتت من الإخوان المسلمين في الحادثة بتاعت الحرس الجمهوري، منهم الشاب ده اسمه محمد أنس. الشاب ده من المنوفية بيشتغل في صيانة الأجهزة الطبية. احنا النهارده هنتكلم عن أحمد سمير عاصم. ليه؟ لأن أحمد سمير عاصم هو الوحيد في اللي ماتوا الله يرحمهم اللي الحادثة بتاعته بتتسوق عالميا دلوقتي. بصوا يا جماعة، أحمد سمير عاصم أمه عملت حوار صحفي مصور مع CNN. I sense Ahmed you will die. نسيب أحمد بس شوية ونخش على محمد أنس، هنتكلم عنه دقيقة واحدة بسرعة كده. محمد أنس بعد ما مات يا جماعة اتفتح الأكاونت بتاعه واتكتب بوست في الأكاونت بتاعه في مكان العزاء اللي كتب عند محمد أنس الحوار ده. بتقول إن هي خالته. أحمد سمير عاصم يا جماعة مامته اتكلمت عنه في التقرير اللي صورته مع CNN، وقالت إن هو بيحب التصوير من وهو طفل. He loves the photo and the photograph from long time since he is a boy. ماشي، الله يرحمه أحمد سمير عاصم. الصحافة الإخوانية المواقع الإلكترونية أونلاين بتقول إن اسم الشهرة بتاعه كان بوندو. بصوا يا جماعة، أحمد سمير عاصم خريج ماس كوميونيكيشن هندسة اتصالات جامعة القاهرة. أحمد سمير عاصم في 2007 2008 كان بيلعب عجل مع تيم اسمه كايرو سايكل كلاب. التيم ده كان بيتجمع في ميدان التحرير وبيتجهوا للهرم في بعض الأوقات، وفي بعض الأوقات التانية كانوا بيتجهوا لميدان الكوربة في مصر الجديدة. التيم ده اللي كان بيشرف عليه بعض الشباب من الجامعة الأمريكية، وكان في ولد راشق في وسط الشباب دي على أساس إن هو واحد من المؤسسين اسمه مصطفى حسين. مصطفى حسين كان زميل ولد اسمه خالد أبو الجوخ. مصطفى حسين وخالد أبو الجوخ في 2008 اتقبض عليهم في أمن الدولة لمدة يوم واحد وخرجوا. ولما اتسألوا من صحابهم في التيم بتاع العجل ده كان مقبوض عليكم ليه؟ قالوا علشان التجمهر والتجمع. وبعدها بفترة مصطفى حسين بطل يلعب عجل بحجة انه اتصاب. التيم ده كان يا جماعة عبارة عن ولاد وبنات. في واحدة اسمها مدام كانت بتلعب عجل مع التيم دوت، وجوزها اسمه، ناس محترمين جدا. صورت بعض الصور لأحمد وصحابه سنة 2008. ممكن نتفرج على الصور دي شوية؟ دي بعض الصور اللي صورتها، ودي بعض الصور اللي صورتها. دي كانت هواية أحمد المفضلة، العجل. وكان بيلعب رياضة جميلة لأن أحمد ما شاء الله كان عنده لياقة بدنية كويسة. كلنا شفنا الشباب اللي بتتنطط في الإعلان بتاع راني. بصوا الإعلان ده. شفتوا الشباب دي؟ أحمد كان بيلعب نفس الرياضة دي، الله يرحمه. المهم، أحمد سمير عاصم ما كانش اسمه بوندو. أحمد سمير عاصم كانوا مسميينه أحمد سام مولوتوفا. كانوا مسمينه مولوتوفا. ليه كانوا مسمينه مولوتوفا؟ أحمد كان بيحب أغنية مولوتوفا وأصحابه أطلقوا عليه اسم مولوتوفا. في 2010 أحمد كان عايز يشتغل، قعد مع واحد اسمه عنده شركة اللي عربت على حساب نجيب ساويرس. عمل انترفيو مع أحمد وأحمد ما اشتغلش معه. في 2011 أحمد دخل الجيش في لحظة النكسة. بعد النكسة أحمد خلص الجيش. أحمد فضل يدور على شغل، قعد عمل انترفيو مع واحد اسمه صاحب شركة، واتفق معاه اشتغل معاه فريلانس، يصمم له لوجو، يعمل له حاجة زي كده دعاية بعد 2011. المهم، أحمد سمير يا جماعة ما لقاش شغل. في حد من الإخوان المسلمين
اتعرف على احمد وشغل احمد في سوبر ماركت زاد مع خيرت الشاطر. دي صوره احمد مع خيرت الشاطر، صوره حديثه مش قديمه. كل المهم اللي انا عايز اقوله لسه ما قلتوش دلوقتي، اتقوا على الصبر شويه. لما دخلت على الاكونت بتاع احمد على الفيسبوك لقيت الحوار ده. زي ما البوست بتاع محمد انس بتاع المنوفيه مات الله يرحمه، البوست ده بيقول امتى جنازه احمد، وبيقول ان احمد الله يرحمه خلاص مات. طيب اذا كانت خاله محمد انس هي اللي فتحت الاكونت بتاع محمد انس وقالت انه مات، يا ترى مين اللي فتحت الاكونت بتاع احمد مولوتوفا؟ خالته برضه احتمال كبير قوي، امه احتمال كبير، اخوه اللي بيقولوا ان هو ظابط احتمال كبير، حد من الحريه والعداله من اللجان الالكترونيه احتمال اكبر يكون هو الحد دوت اللي من الحريه والعداله اللي فتح الاكونت بتاع محمد انس الله يرحمه اللي من المنوفيه، واللي فتح الاكونت بتاع احمد مولوتوف الله يرحمه. المهم اخو احمد بيقول ان هو ظابط، وبيقول ان الجيش اللي قتل اخوه، مع ان اخو احمد ما يقدرش يثبت ان الجيش اللي قتل اخوه. بصوا يا جماعه. The official autopsy shows a bullet went through his face. The army did not respond to CNN's telephone request to comment on scenes shown in that video. الفيديو ده نزل واتسوق اونلاين في مواقع عالميه كتيره جدا على اساس ان الحرس الجمهوري هو اللي قتل احمد مولوتوفا، واتقال ان الفيديو ده بتاع المصور اللي صور اللي قتله. جميل قوي. عايزين نثبت بقى يا جماعه ان الفيديو دوت مش حقيقي. انتوا متعودين في تحليلي للفيديوهات اني بوريكم ازاي الفيديو متركب. النهارده هعمل معاكم حاجه جديده، مع اني بفضل الله اقدر اوريكم ازاي الفيديو ده متركب، لكن انا مش هستند لتحليلي التقليدي للفيديوهات والمشاهد وازاي بيقطعوا الشطات ويحطوها في بعض والكلام ده. النهارده هعمل معاكم حاجه جديده. النهارده لقطه الساحر، حاجه سهله قوي. ما هو بفضل الله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بصوا يا جماعه، احمد هو اللي صور الضابط بتاع الحرس الجمهوري وهو بيقتله، صح؟ صح، ومعانا ما يثبت هذا. ايه هو؟ الكاميرا بتاعت احمد. الحريه والعداله خدت الكاميرا وخدوا الفيديو وادوه للسي ان ان وعملوا التقرير. ولا ينفع يكون حصل عكس اللي انا بقوله؟ ينفع يا صديقي؟ لا ما ينفعش. ما ينفعش. طيب عايزين نثبت ان الكلام ده مش حقيقي. هنطلع اي حد يا جماعه بالكاميرا بتاعت مولوتوفا في اي برنامج، يبقى ماسك الكاميرا وجوه الكاميرا السورس بتاع الفيديو بتاع الحادثه دي. هنصور، يعني هنجيب الشخص ده، اي شخص هم عايزين يطلعوه في اي برنامج. هنطلع محمد بديع، هنطلع بديع في اي قناه فضائيه وهو ماسك الكاميرا بتاعت مولوتوفا، او اي مندوب من عند بديع يعني، وهو ماسك الكاميرا بتاعت مولوتوفا وقاعد بيعمل حوار مع مذيع، ونقول للي ماسك كاميرا مولوتوفا صور المذيع دقيقه. خلاص كده؟ جميل قوي. ونسحب الفيديوهين، الفيديو بتاع مولوتوفا اللي صور بيه الضابط وهو بيقتله، والفيديو الدقيقه اللي اتصور قدام الناس في البرنامج على الهوا. الفيديو بتاع مولوتوفا لما نسحبه هنبص في الديتيلز بتاعته، هنلاقي نوع الكاميرا، مساحه الفيديو، تاريخ تصوير الفيديو. يعني هنلاقي في الفيديو بتاع مولوتوفا اللي احمد صور بيه الضابط وهو بيقتله اسم كاميرا احمد، ومساحه الفيديو اللي احمد صوره، والتاريخ اللي احمد صور فيه الفيديو بالدقيقه بالساعه. جميل قوي. والفيديو الثاني اللي هيتصور على الهواء قدام العالم كله مدته دقيقه او نص دقيقه او حتى 10 ثواني، هنسحبه ونشوف الديتيلز بتاعت الفيديو اللي هنصوره. هنلاقي اختلاف كامل بين الديتيلز بتاعت الفيديو اللي هما بيدعوا ان احمد صوره للضابط وهو بيقتله، والفيديو اللي هنصوره لايف على الهواء قدام العالم. المفاجأة ان انتوا هتكتشفوا ان الفيديو اللي احمد صوره للضابط وهو بيقتله ما تصورش من كاميرا احمد، واحمد ما صورش اي ضابط وهو بيقتله. لما نكتشف ان الفيديو اللي كل الوسائل العالمية بتدعي ان احمد صوره للضابط اللي قتله مش حقيقي ومالوش اي وجود على الكاميرا بتاعت احمد، هنعرف ازاي التنظيم الدولي للاخوان المسلمين بيقتل شبابه.
هنعرف ازاي شباب الاخوان المسلمين زي ما قلت لكم عباره عن قرابين اتقدمت من اول 25 يناير لغايه دلوقتي، هم وشباب مصر عامه يعني. هنا سؤال لشباب الاخوان المسلمين، هو انتوا فاكرين ان انا بعمل كده ليه؟ هو انتوا فاكرين ان في عداوه بيني وبينكم؟ اقسم بالله العظيم انا لا انتمي لاي حزب ولا اي جماعه ولا اي تنظيم ولا اي كيان سياسي. انا بعمل كده عشان ايه؟ عشان ايه؟ ابتغاء لمرضات الله. فايه اللي ممكن يكون بيخليني اعمل كده؟ ايه اللي ممكن يكون بيخليني اتعب نفسي وادور لكم على الاكونت بتاع مولوتوف واقول لكم بصوا؟ اعتقد ان اذا ثبت ان الفيديو بتاع احمد مولوتوفا مش متصور من كاميرا احمد مولوتوفا، اذا ده دليل قاطع على ان جماعه الاخوان المسلمين بتنتمي لتنظيم ماسوني صهيوني غرضه ايقاع الفتنه بين صفوف المجتمع المصري لاغراض خارجيه هم عايزينها والاهداف خارجيه هم عايزينها. واعتقد ان ما ينفعش بعد ما نثبت ان الفيديو ده مش حقيقي وان الحريه والعداله بيدعوا ان هو حقيقي، بعض شباب الاخوان المسلمين يستمروا في الجماعه. هيبقى عار عليكم انكم تستمروا في الجماعه المزيفه، الجماعه المزوره، الجماعه اللي قتلتكم، الجماعه اللي قتلت شبابها. فانتوا شفتوا بعض الرسائل اللي من تحت لتحت. بلتاجي يطلع يقول 10 رمضان وما ادراك ما 10 رمضان. ما نعرفش احنا غير نصر اكتوبر في 10 رمضان. هم بيفكروا بقى يعملوا نصر تاني من خلال ان هم يقدموا ضحايا ويقولوا عليهم شهداء. مش بعيد يكون في بعض شباب الاخوان المسلمين تاني غير مولوتوفا وغير محمد انس مديني الباسورد بتاعهم لبعض الافراد في الحريه والعداله وفي الاخوان المسلمين وتابعين للجان الالكترونيه بتاعتهم. مش بعيد. ربنا المستعان، وان شاء الله رب العالمين هنقضي على التنظيم الاخوانجي جوه مصر، وبعد كده نفوق باذن الله لفروع التنظيم الاخوانجي الدولي. الموضوع كبير قوي، عايزين نخلص بامر الله بسرعه عشان نتحد كلنا بعد شباب الاخوان المسلمين ما يتجردوا من اخوانتهم ويسيبوا الجماعه. عايزين نفضى بقى ان شاء الله لحرب الماسونيه بقى، موضوع طويل وكبير، فاهمين؟ شباب الاخوان المسلمين مش عايزين تبقوا معانا واحنا بنحارب الماسونيه ان شاء الله في المستقبل ولا ايه؟ عايزين تبقوا لوحدكم؟ عايزين تبقوا فين؟ انتوا مالكوش ذنب، لكن قاده الجماعه بتوعكم ان شاء الله رب العالمين هنشوف رقاب بتطير. وقربت يا بديع باذن الله، تبقى خلف القضبان باذن الله ان شاء الله وتاخد جزائك. ماشي؟ وربنا المستعان نرجع احسن من الاول. وكل سنه وانتم طيبين تاني. السلام عليكم.